اهلا بيكم في توكس بره البوكس. هنكمل مع بعض كلام عن الكورسز والسيلف ديفلوبمنت مع اتش ار احمد فهيم. ويلكم باك بيكي. ايه الاخبار؟ الحمد لله. هل الكورسات والتدريبات او التدريب يعني ممكن يغنوا عن الجامعات؟ مؤخرا بقى في ناس كتير قوي بتشتغل مهندسين ودكاتره برمجة من غير تجميليين ومش متخرجين خالص من الجامعات دي. فالناس دي ازاي بتبقى بتمارس المهنه دي ومعاها لايسنس انها تمارس وفي نفس الوقت انا لو انا بيشنت مثلا ورايحه اعمل حاجه تجميليه في اسناني، هثق ازاي من الطبيب ده او مش طبيب التكنيشن بقى مش عارفه بيقولوا عليه والله ايه. بصي، انا مش عارف موضوع يعني الموضوع قانونيا دي ايه، لان دي حاجة في جسد الانسان او في صحة الانسان، فما اعرفش قانونيا ايه. بس خليني اقول لك مثلا، لو انا يعني مقدم او انا طالب حد يشتغل معانا في الشركة وجالي تو سي فيز، الاثنين نفس الخبرة، بس ده معاه مؤهل جامعة وده معاه دبلوم مثلا، او مش معاه مؤهل جامعة، خلص ثانوي وما كملش، هاخد مؤهل الجامعة مم. قولا واحدا. ما فيهاش نقاش. مواد الجامعه طبعا حاجه محترمه طالما الاثنين عندهم نفس الاكسبيرينس. هبص على السي في بتاع مواد الجامعه، لانه في الاخر خالص درس، وفي دكاتره الجامعه ادوله يعني ماتيريال وادوله دراسه. فانا بالنسبه لي مش هينفع ان انا الجا لحد معهوش مؤهل. دي اخاف الا لو هو تكنيكال كويس، مش محتاج مؤهل. انا محتاج ان هو حته التكنيكال بتاعته دي يكون شاطر فيها، مش محتاج بقى ان هو خريج ايه في الاخر. دي ماشي جزئيه، لكن الاولى ان بنبص ليه ان هو يكون خريج جامعه. يعني سنتين 4 سنين مش هتفرق. طيب ايه اصح حاجه، ان انا ابقى بتدرب وقت الجامعه ولا ابقى بتدرب بعد ما اتخرج؟ الاثنين. وانت في سنه في ثالثه ناس وانت في سنه تانية لقيتي تدريب في بنك، لقيتي تدريب في شركه، لقيت انزل. وفي الاخر خالص زي ما بقول لك، انا في الجامعه اتصدمت صدمه عمري. بروح المحاضره ارجع المحاضره، في الاخر خالص يعني وقفت مع واحد كده بيشتغل، قعد يكلمني في الشغل، لقيت نفسي في حته تانية خالص. يعني ما كل اللي انا بدرسه ملوش علاقه بالماركت. ففي الاخر خالص لازم الشخص يقص الشريط ويخرج بره اطار الجامعه ده، وياخد جرأة ويطلع بره ويروح يدرب في الشركات، يعرف يعني ايه اكسل، يعني ايه وورد، يعني ايه كوميونيكيشن سكيلز، يعني ايه كاستمر سيرفيس، يعني ايه سلي، يعني ايه الشركه التارجت بتاعتها والاوبجكتيفز بتاعتها، يعني ايه عايزين نحقق التارجت بتاعنا، ويعني ايه تارجت وبتحقق ازاي، وتيم وورك. الحاجات دي كلها لازم تعرفها، حتى لو هو ما مدش ايده قوي، بس هو قاعد عمال يشوف وياخد خبرات ويسمع من الناس اللي حواليه. فهو في الجامعه مهمه ولازم يشتغل. وبعض الناس تقول لك انا مش هشتغل كول سنتر. ليه مش هشتغل كول سنتر؟ انا اشتغلت انا في بدايه حياتي كول سنتر وكحرت، وكنت باخد 200 مكالمه في اليوم عادي. في الاخر خالص علمتني يعني ايه كاستمر سيرفيس، وازاي اهندل الكاستمر، ويبقى ملتزم في مواعيدي، عشان لما اخرج بره الجامعه في سنه رابعه او بعد ما اخد الشهاده، ابقى قاعد قدام الاتش ار، ابقى عارف اتكلم، مش قاعد متهتي ومش عارف اتكلم. ويعني ايه كل ما اساله على حاجه ما يعرفش يرد، وما عندوش بلان في حياته. طب هو عايز يخش انهي كريم ما يعرفش. لازم ينزل يشتغل في الجامعه ويصرف على نفسه الكورسات، وبعد لما بيتخرج ربنا كرمه فول تايم ماشي، بارت تايم ماشي، تدريب ماشي. في الاخر خالص كل دي هتديله، هيسبق خطوات عن الشخص اللي هو قاعد في قدام المحاضره بيخرج يروح بيته ما يعملش اي حاجه. طيب لو جالك حد راصص راسة كده في السي في، راسة كورسات محترمة، هتبقى عارف منين او هتعرف تميز ازاي مصداقية الكورسات دي ان هي مش هبد ولا ده واخد كورسات بجد؟ ما عشان كده الناس بتكره الاتش طبعا لازم نساله الكورسز ده كان الماتيريال او الكونتنت بتاعته عامله ازاي، الانستراكتور كان مين، اللي مدته قد ايه، لو هو معاه السيرتيفيكت دي اللي خدها نبص عليها، نساله في الكونتنت نفسه ايه رايك فيه، ضاف لك ايه، الحاجات دي كلها بنحس بقى ان هو يعني حاطط كورسات وخلاص، او فعلا خدها واستفاد منها وعملت له اد فاليو ليه وكده. فدي بنتستها في الانترفيو، نحاول نسال في الاندبث في موضوع الكورس. بس هل الاتش ار فعلا بيبقى ملم بكل الكورسز؟ يعني ممكن يجي لك حد واخد كورس انت ما تعرفش عنه حاجة؟ يحكي لي، اوكي. احكي لي والانستراكتور ايه رايك فيه وكان اسمه ايه، نقعد انجينير، مش لازم اخش اوكي. تكنيكال، لانه كده امم كده في الاخر خالص الاتش ار ده بيفلتر الناس. اي وظيفه تكنيكال لازم يقابل المانجر بتاعه وهو بيختبره، طبعا بيساله في الحاجات التكنيكال بتاعته.
انما انا بفلتر، بس بفلتر، فبقى عارف الشخص ده كاتب كورسات كده يعني بالحب، ولا هو كاتبها فعلا وخدها عشان نعمله الفاينل انترفيو او السكند انترفيو. طب هو الصح ان هو يبقى بيعدي على التكنيكال انترفيو الاول ولا على الاتش ار انترفيو؟ يفضل الاتش ار. ليه؟ لانه التكنيكال او الديبارتمنت مانجر ما بيبقاش عنده وقت قوي ان هو يقعد يقابل ناس كتيره خلاص ويقعد يفلتر منهم وفي الاخر يقابل الاتش ار. لا، الافضل الاتش ار يقابل، بيبقى عارف المتطلبات اللي طالبها القسم ده او المانجر ده بالكواليفيكيشنز نيدز اللي عايزها الوظيفه او عايزاها الوظيفه. ففي الاخر احنا بنفلتر على اساس كده ونوفر للتكنيكال 5-6 كانديديتس في الاخر، نقول له والله ادي السيفيات اللي احنا فلترناها ماتشنج مع اللي انت طالبه. فهو بيقابل، لانه ما بقاش عنده وقت في الغالب ان هو يقعد يقابل ناس كتيره ويضيع وقته في مقابلات بس. طيب هروح بس الحته كده عند الناس اللي بتشتغل بقى خلاص في شركه وحاسين ان هم في كورس محتاجين ياخدوه هيفيدهم في الفيكنسي دي. هل مسموح او يعني موجود ان انا اطلب من الشركه ان انا في كورس عايز اخده فانا محتاجاكم تدوني الكورس ده على حسابكم، ولا المفروض ان انا ابقى باخده على حسابي وانه لا دي حاجه develop myself دي الشركه ملهاش دعوه؟ بما ورد الله. ايوه. لا، الشركه المفروض هي اللي بتدي في حاجه اسمها تريننج بلان او تريننج بادجت لكل الموظفين الموجودين، ليهم بادجت تريننج عشان اطور من الموظف اللي عندي، يبقى عنده لويالتي، يبقى عنده انتماء للمكان، يقعد يكمل، يحس ان الشركه مهتمه بيه. انت مش جاي بس تدور عجله انتاج وتطلع لنا قماش وتتكل على الله. لا، في الاخر خالص انت جاي، انا مهتم بيك، بديك تريننج، بديك بديفلوب فيك، وفي الاخر خالص عشان تديني ريفينيو احسن او تبقى انت مبسوط وقاعد مبسوط. الصح الشركه هي اللي تدفع. طب انا في شركه وده للاسف في معظمه في مصر كده، لا لازم خلاص انا لازم اطور من نفسي. طالما المكان اللي انا فيه بيقول لي ما فيش فلوس والله والبادجت وكورونا وظروف البلد وبتاع، فاروح انا بقى ادفع من جيبي وخلاص. اوكي. طيب اخر سؤال حابه اساله لك وهو ممكن يبقى بعيد شويه عن موضوع الموظفين بس ليه علاقه بالفيوتشر. ناس كتير دلوقتي بتأهل أطفالها وأولادها إنهم ياخدوا بروجرامينج وكودينج في سن 5 سنين و3 سنين. إيه الموضوع ده؟ عشان المستقبل. يعني زي ما بقول لك أنا زي ما قلت لك في الأول، أنا خايف إن وظيفتي تيجي في المستقبل مبقاش ليها يعني لازمة. ففي الآخر خالص يستبدلوني ببروجرام، بسيستم. هو خلاص هو المستقبل كده. يعني رحت درست في حاجة اسمها ساب ERP سيستم عشان الحق نفسي. ما هو خلاص سيستم، ما هو اللي موجود وهو اللي بيفلتر وهو اللي بيبقى كواليتي افضل، تايم اسرع. هو الفيوتشر. الفيوتشر كمان الاي اي زي ما قلنا، والبروجرامينج والسوشيال ميديا والداتا اناليسيز. الناس دي الداتا اناليسيز برضه من الحاجات المهمه جدا في ذا فيوتشر. فكل ده لازم الناس تتجه ليه. واللي ما دخلش كارير وكبر شويه زي حالاتي خلاص، لا يلحق نفسه ويروح يدرس في المجالات دي، لان هي ذا فيوتشر. في الاخر خلاص انت ممكن تفتحي اللابتوب وانت قاعده في البيت خلاص، بتشتغلي على كذا بروجكت، تاخدي فلوس من بره من جوه. حصلت اي ظروف لا قدر الله في البلد، انت كده كده شغاله وبتقبضي وسكيور والدنيا كويسه. وهو اعرف زمايلي كتير كده واعرف قرايبي كتير كده، هو في الاخر شغال اونلاين خلاص وبيشتغل لشركات بره. ليه؟ لان هو الحاجه اللي دارسها يونيك، مش مطلوبه هنا، او مش مطلوبه بره كتير قوي. بس فده ذا فيوتشر. فاي حد عنده طفل صغير حاسس ان هو الاي كيو بتاعه كويس، فيبدا يعلمه في مدارس. وفعلا في مدارس دلوقتي كده بتدي او بتدرس حته البرمجه والتكنولوجي. وزي ما قلت لك في منح بتاعت وزاره الاتصالات بتدرس الحاجات دي كلها. ميرسي جدا جدا، احنا بجد استفدنا جدا ووجودك كان جميل معانا في الانور وفي توكس بره البوكس. هنستناك بقى في حلقات تانية نتكلم عن مواضيع احلى. وميرسي وخلوكم دايما متابعينا في توكس بره البوكس.